والسلام عليكم جميعا. أنا خطابي هنا للمجاهدين الكبار، المجاهدين العظام، الشيخ المجاهد علي خامنئي، والمجاهد العظيم البطل الكرار المغوار الشجاع الذي يكر ولا يفر ولا حاجة، حسن نصر الله، والبطل اليمني المغوار أبو جنبي وشال عبد الملك الحوثي. كلكم محور المقاومة أنكم يعني تتأنون شوية، يعني لا شيء يدعو للعجلة، ليش تستعجلوا؟ أنا أرى أن تنتظروا حتى يعني تكمل غزة سنة حتى يحول الحول، لأنه أعتقد في أشياء حلوة لما يقول لك حال عليها الحول، حلو جدا أنه غزة يحول عليها الحول، ثم بعد ذلك تبدأوا بمعارككم المقدسة ومقاومتكم وممانعتكم وجهادكم العظيم ضد المحتل الصهيوني. لا تستعجلوش، ما فيش حاجة تدعو للعجلة، ارتاحوا في إيران وفي لبنان وفي صنعاء والأمور طيبة. غزة بخير، غزة بخير، غزة بخير، غزة بخير، لعنة الله عليكم. أنا لم أرى يا جماعة أوقح ولا أسخف ولا أنذل من هذا محور المقاومة. 9 شهور، 10 شهور، 10 شهور، وغزة تطحن، وغزة تذبح، 50,000 شهيد، وما أدري كم 100,000 من المعطوبين والجرحى. أما المهجرين فحدث ولا حرج، بلد تحتضر. غزة في حالة منذ 10 شهور، ويجي يقول لك واحد شيعي مقاول ابن مقاول مماتع ابن مماتع وشوية عسكري من عسكر الجزائر أو من العسكر الذين يتاجرون والحلفاء لمحور المقاولة، يجي يقول لك بعد هذا كله، بعد هذا كله وبعد ما نراه من هذا الفظائع التي نراها في غزة، يجي يقول لك لن نترك غزة وحيدة، غزة قضيتنا، لن تكون غزة وحيدة، نحن مع غزة. سنة 10 شهور، 50,000 قتيل، ويوميا مذابح، وهؤلاء امتلكوا من الوقاحة منتهى الوقاحة. لن نتركها وحيدة. متى ستكون معها؟ إلى متى؟ هي وحيدة، ويقول لك أنا لن أتركها وحيدة، وهي وحيدة، تذبح وحيدة، تذبح وحيدة وتنحر وحيدة وتنزف دمها وحيدة، ويقول لن نترك غزة وحيدة، غزة في دماؤنا، غزة قضيتنا. والله لم أرى أوقح لمتاجرة هؤلاء الشيعة والأنظمة العسكرية مثل النظام الجزائري وملالي إيران. لكن أنت تستخدم دماء أهل غزة ومأساة غزة شعارات للمقاولة الفاسدة والمقاولة الوهمية وأفلام البطولات الوهمية، وغزة عندنا ونحن غزة وسننصر غزة ويا أهل غزة، وكل يوم تخرج لي بمظاهرات وكذا وتقول لك غزة وحيدة ما فعلت لها شيء. وهذا المتاجرة الذي تتاجرون أنتم بغزة بهذا الشكل أصبحت مستفزة جدا. أنا أخاطب إخواني الغزاويين، أخاطب إخواني الغزاويين، والله يا إخواني أن دماؤكم مجرد مادة، دماؤكم عند محور المقاولة وعند شيعة الشوارع والله ما أنتم إلا شعار. يا أهل غزة، وصلوا هذا خطابي يا أخوان الكرام لأهل غزة تحديدا، أقسم بالله أن دماؤكم عند حسن نصر الله وعند عبد الملك الحوثي وعند خامنئي مجرد مادة 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 للشعارات، ومادة للتبييض، ومادة للمتاجرة، ومادة للمقاولة. لا تتركوا هذا الكلام يا أخواننا في غزة تحديدا وفي فلسطين تحديدا. اخرجوا وصلوا رسالة لشيعة الشوارع والعسكر الذين يوالون شيعة الشوارع، احرقوا صورهم، احرقوا شيء، وصلوا رسائل انه نحن عصيين على هذا الاستحمار. الشعب الفلسطيني لا يستحمر، وغزة ليست للمداهنة. من اراد ان ينفع غزة ينفعها في ارض الواقع ويثبت انه ينفعها. اما شعارات في التلفزيون وشعارات في وسائل اعلامهم، غزة ارقى من هذا. وكيف ينصاع بعد الاخوة الفلسطينيين ويصدقون هذا المحور بهذا، والامور مكشوفة، أمور مكشوفة يا جماعة، مكشوفة هكذا الأعمى، حتى الأعمى يدرك أن هؤلاء مجرد. ألا تكفيكم 9 شهور يا فلسطينيين؟ 9 شهور، والله العظيم لو كان هناك فائدة من هذا محور المقاولة أو المماتعة هذا لنفعكم. إذا لم ينفع بعد 9 شهور متى سينفع؟ أي حين؟ كم تشتوا؟ سنة، سنتين، 3، 4؟ يا أخواننا الفلسطينيين اخرجوا من صمتكم، نسألكم بالله يا أخواننا الفلسطينيين،
نسألكم بالذي رفع السماء بلا عمد، أصواتكم هي التي ستزيل هذا اللبس. نحن عندما نفضح محور المقاولة ونفضح هؤلاء شيعة الشوارع والأنظمة العسكرية الموالية لمعسكر الشرق وإيران تحديدا، يقولون لنا الفلسطينيين يشكروننا، لا نبالي فيكم أنتم، يكفيننا الفلسطينيين، الفلسطينيين راضين عنا، الفلسطينيين مصدقين إيران، الفلسطينيين مصدقين المحور المقاوم. يا فلسطينيين صلوا على رسول الله، أنتم أساتذتنا، أنتم اللي علمتونا كيف نقرأ وكيف نكتب، لماذا صامتون؟ صامتون وبلادكم ودماؤكم مجرد مادة للشعارات ومادة إعلامية لعبد الملك الحوثي وحسن نصر الله وخامنئي وتبون ومدري من وغيره من هذا الأنظمة الهبلة التي تتاجر بكم. بالأمس عبد المجيد تبون في الجزائر يستخدمكم كمادة، مادة فقط. يقول لك انه حارب في 45 واستشهدوا 1.5 مليون شهيد من الجزائريين في غزه في فلسطين، ويجي يقول لك انه سيذهب الى الحدود، واليوم يعتذروا ويقولوا احنا ما قلنا جهاد ابدا. الان يتنصلون من كلمه جهاد ومن كلمه مقاومه اصلا. تبون اليوم طلعت وسائل الاعلام قالوا انتم فهمتونا غلط، احنا قلنا سنفتحوا لنا الحدود نبني 3 مستشفيات، ما كنا احنا نجاهد، اعوذ بالله، احنا وقت الجد لما بدات بعض الانتقادات من الدول الاوروبيه تاتي على النظام الجزائري تنصل تماما. هكذا سيبيعونكم في سوق النخاسه. الدم الفلسطيني ليس رخيص يا اخوان، انا والله ليس لي لا ناقه ولا جمل، لكن هذا لا هو فعل شيء يحمد من أجله ويشكر من أجله وينال منكم تلك المدائح التي تنهال عليهم أيها الفلسطينيون، ولا هم سكتوا. يعني إحنا صعب علينا، صعب نقوم الصبح ترى مجزرة 70 80 100 فلسطيني يقتلون يوميا بدم بارد. في المغرب تلقى عبد الملك الحوثي لن نترك غزة وحيدة، شوية تروح عند الإيرانيين خامنئي بتلك الوقار المزيف لعنة الله عليه يقول لك غزة بيجي غزة عندنا، ويطلع لك نفس الشيء حسن نصر الله مدري ايش هذيك الكلمه حقها برشا ومدري ايش يقولها عليه، هذه قال مدري ايش قالها بالايراني. هاي ما انا انتظر. انا رايت فلسطيني مزق صور عبد الملك الحوثي ومزق صور حسن نصر الله واوصل رساله واضحه، نريد ان نرى هذه المظاهر كثيرا، ان تاتي رسائل فلسطينيه، نريد رسائل فلسطينية واضحة وصريحة توصلونها إلى شيعة الشوارع ومن يوالونهم محور المقاولة بأنكم لستم مادة وأنكم لستم شعار يرفع. نرجوكم يا أخواننا في فلسطين، وهذا نداء أخوي فيكم، والله أتذكركم حتى وأنا في فترة الرياضة والمطر بدأ ينزل، اللهم انصر غزة ومن نصر غزة، اللهم من خذل غزة ومن تاجر بدماء أهل غزة، يا ربي تنكبه، يا ربي تفضحه على رؤوس الأشهاد. نحن نراهن بعد الله على أحرار فلسطين إن شاء الله. لا تقولوا لي إحنا وحيدين وإيران معنا، إيران ما هي معكم ولا ملالي إيران معكم، والله اربطوا أملكم بالله. شيعة الشوارع ما بيفيدوكم، والله ما يفيدوكم يا أخواننا في فلسطين، والأيام بيننا. إلى اللقاء، مع السلامة.